دل على سلامتك. الله يسلمك. انتوا كنتوا مخططين لفكره انه يكون في تراجع، يعني انه ما يبقاش في ظهور كتير، ما يبقاش في تعليقات كتير، ما يبقاش في كلام كتير. هل كنتوا بتحاولوا هل كان في خطه لده، ولا هل كنتوا بتحاولوا تتفادوا موقف معين او ما تتورطوش في تصريحات معينه في هذا الموقف الصعب الحقيقه اللي كنتوا فيه ما بين جمهوركم الاساسي من انصار التيار الاسلامي وما بين افكاركم وقناعاتكم بجدوى ثوره 30 يونيو؟ بسم الله. اولا انا اشكر حضرتك واشكر البرنامج على الاستضافه، لا سيما في الاوقات العصيبه اللي احنا كلنا بنقاسيها. هو حقيقه زي ما حضرتك ذكرت، هو الوقت كان صعب ولا زال. فكره الانفتاح الاعلامي اللي كان موجود قبل يعني فتره 30 يونيو بالتاكيد اخذه في الانحسار، لان الكلمه ليها اكثر من تفسير. تمام. شويه وانتوا التفسيرات عندكم كتيره. لا، كمان المناخ اللي حوالينا ممكن يحمل كلمتك على محمل غير جيد او غير اللي انت عايزه. الناس بتبقى بتطالبك، يعني في الوقت اللي انت بتستنكر فيه قتل هنا واراقه دماء هنا، الطرف الثاني عايزك برضه تستنكر له، او عايزك تبقى واقف معاه وتيجي تقول هنا، وفي النهايه خالص انت مش عايز تراضي حد، انت عايز تراضي ربنا سبحانه وتعالى وتقول اللي بيملي عليك ضميرك. فاحيانا بيبقى الاقلال بقى من الظهور والاكثار من العمل السياسي نفسه، وده اساس الشغل الحزبي، العمل السياسي نفسه والمبادرات اللي انت سواء بتبداها او بتشارك فيها مع غيرك بيبقى هو الاولى والاجدى. لا سيما برضو ان احيانا بيبقى كثره الظهور الاعلامي احيانا وفي اوقات عصيبه زي اللي احنا فيها ممكن تبقى عامل سلبي ضدك مش عامل ايجابي. ولا انت عامل سلبي عشان انت مش عايز تقول انت مع ولا ضد؟ لا لا لا، بالعكس. طب ما موقفي واضح ومعروف، او موقف الحزب واضح ومعروف. احيانا ممكن مثلا تعرقل لك تفاوض، يعني لو احنا مثلا حدث امبارح لقاء مع الدكتور زياد بهاء الدين، لو في بقى كثره ظهور، ما اكيد حاجه زي دي بتتسرب لاعلام، فبيبقى في سؤال عليها قبل ما يحصل الجلوس. الوقت الحساس ده جدا ممكن يخلي المساله كلها تبوظ. فيبقى مين الخسران؟ اللي خسران حسابات الوطن نفسها. ان كان في مبادره ماشيه في طريق جيد، بس للاسف انا ما بلومش على الاعلام، ده دوركم. لكن في نفس الوقت دور السياسي ان هو يحاول قدر المستطاع يستنى لغايه لما يبقى عنده حاجه يقولها ويبقى عنده مبادره كويسه يقدمها، عشان في النهايه الناس مش هتحاسبه على كام برنامج عمله، انما هو بيقدم رؤيه هتفيد، بيقدم رؤيه هتنفع وطن ولا لا. استاذ نادر، انتوا حاسين ان انتوا كسبتوا ولا خسرتوا بانحيازكم لثوره 30 يونيو؟ الان الحسابات لازم تبقى حسابات وطنيه، بمعنى ان لو انا في ذهني المكاسب والاستحقاقات، الاستحقاقات اللي جايه، لا تصرفي هيبقى غير التصرف، وهيبقى اهتمامي. هقول لحضرتك، لو ان انا بحصل مكاسب، الحزب ده عايز يحصل مكاسب لنفسه، احيانا بيبقى المواقف الحديه اكتر تنفعه مع فريق ما من الجمهور وفريق ما من المشاهدين او مع تيار ما بعينه. انما مواقفه اللي هو يبقى فيها بيتأرجح أو بينتقل من خانة إلى أخرى على حسب الحق اللي هو شايفه وبيدور مع الحق حيثما دار، ده موقف بيبقى مكلف بالنسبة له وبيدفع ثمنه. لما يعني الحق حيثما دار، الحق كان فين؟ أنا بقول لحضرتك لما ظهرنا في الصورة يوم 30 يونيو قلنا بمنتهى البساطة إن إحنا كنا بنختار أخف الأضرار في الاختيارات المتاحة أمامنا، وإن تحدي إرادة الشعوب غير إن هي بالنسبة لنا مش من قناعاتنا، ثبت بالدليل القاطع مرة والثانية والثالثة فشلها. كنا مش عايزين الأمور تصل إلى هذا الحد من السوء. كنا عايزين اعتبار بالنسبة للإخوان المسلمين أن تعتبر أن السنة الماضية كانت جولة أنت لم توفق فيها وأخفقت فيها إخفاقا كبيرا، وبالتالي استأنف في جولات أخرى. مش شرط بقى اللي احنا كنا متوقعينه هو اللي حدث، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمش مسألة مكسب وخسارة، هي مسألة مسؤولية، ومسألة ان انت اولا يعني المسؤولية الوطنية. ترى الآن أنكم قمتم بمسؤولياتكم الوطنية بالانحياز إلى هذه الثورة؟ أعتقد ده بنسبة كبيرة جدا. على فكرة حتى مع الاختلاف في مسمى ما حدث في 30 يونيو، وده مش ده مربط الفرس هنا. يعني ايه اختلاف في مسمى؟ هل بنسميها حاجة غير ثورة؟ لا، يعني بغض النظر عن من يسميها ثورة أو يسميها تصحيح مسار أو يسميها محافظة على مكتسبات 25 يناير، اللي احنا أصبحنا الآن أمام محاكم تفتيش يعني ده تويتر. يعني احنا لازم في جزء، والله خليني بس في المقاطعه دي، لاننا احنا لازم ننجو من عدد من الثقافه اللي موجوده على تويتر. صحيح. لانه فيها
خليني هقول بمنتهى الصراحه هوهوه كتير على الفاضي، يعني واحد بيهوهو وبعدين تلاقي لا هوهوه. ما هو ممكن بعد الحلقه دي يعني ناس تتكلم على ان لون الكرافات مش لايق مع حاله العزل اللي فيها مصر. وطالع كده. وليه حالق شنبه وسايب دقنه. لا ممكن نتكلم على ان لون الكرافات نفسها فيها نوع من ما هو ده يعني والمفروض تلبس اسود عشان حزنا. زي مثلا دكتور مصطفى حجازي لما كان في المؤتمر، انا فوجئت ان في ناس كثيره جدا بتعلق على الامريكان اكسنت. انت كده بتتكلم يعني احنا في وضع دوله بتحافظ عليها قبل ما تنهار، وانت بتتكلم في تفاصيل في عبث حتى في لحظات الرخاء منه دلوقتي. في لحظات الرخاء نفسها انا بقول لحضرتك تنزه عن التفاصيل، فما بالك باللحظات السيئه دي. الان احنا امام مسؤوليه مش بس تاريخيه، احنا دي تاتي عندنا في المقام الثاني، مسؤوليه امام ربنا سبحانه وتعالى ثم امام هذا الوطن، ان في سيناريو ونفق مظلم هنقف قدر استطاعتنا وبكل ما نملك حتى لا ندخل فيه، اللي هو نفق الدولة الرخوة إن لم تكن للأسف الدولة الفاشلة أو الانهيار الكامل لهذه الدولة. دخولنا في هذا النفق المظلم أو حرصنا على ألا ندخل في هذا النفق المظلم، الحمد لله ما دخلناهوش. طبعا وأن يتنبه العقلاء ألا تسقط هذه الدولة. على فكرة لا تعني أفرادا ولا تعني أشخاصا بأعينهم. الدولة تعني حالة، ولا تعني مؤسسات، وتعني حالة شعبية وحالة مجتمعية كاملة. وبالمناسبة أنا كتبت الكلام ده النهاردة في الشروق، إن هو يسعنا أن نحتفظ بموقفنا الصلب من ممانعة ومن حيلولة دون سقوط الدولة ودون انهيارها، وفي نفس الوقت المحافظة على إنسانية هذا المجتمع وعلى إعلاء اللي كنت بقولها كتير جدا قبل كده، على إعلاء قيم دولة القانون. بحيث أن حتى من أجرم وحتى من أخطأ تجري عليه قيم القانون. محافظتك على الدولة من ألا تسقط مجموع من كل ما ذكرت. أنت بتحافظ على مؤسساتها العريقة ومؤسساتها العميقة، بتحافظ على ان انت شايف بعينك سيناريوهات كتيره حواليك الله لا يقدر يعني ونقع فيها. فاهم ان كثيرين ممن حولك بالمناسبه، كثير اقصد من دول العالم، هي لا تعتني بك الا وفق مصالحها. تمام. فلو حد فيها بيقوي طرف حد او حد فيها بيمانع مع حد، في النهايه خالص في تقويه اطراف قدام بعض عشان في الاخر برضو الدوله تنهار وفي الاخر يعني انت تتفق مع ملايين الشعب المصري اللي مؤمنه ان الدوله بذاتها كانت في مرمى الخطر بكل هذه الاحداث. الدوله الان في مرمى الخطر، ولاجل الخروج من هذا النفق المظلم لابد من تكاتف الجميع، تكاتفهم انسانيا، تكاتفهم سياسيا، تفكيرهم في اللحظات المقبله او في الخطوات المقبله اللي ذكروا القرآن أو التعبير القرآني عبر عنه بتعالوا إلى كلمة سواء. والكلمة السواء أنا على ثقة إن في كثير من العقول ممكن يتفقوا عليه. في بعض المحددات كده أو حد أدنى من الثوابت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي ممكن كلنا نتفق عليها ونعدي المرحلة الانتقالية. أستاذ نادر، الكلمة السواء دي احنا بنسمع الكلام ده ونقدره جدا الحقيقة طول الوقت، لكن انتم حاولتم الوصول الى هذه الكلمه سواء مع جماعه الاخوان المسلمين خلال معسكر رابعه ما كان موجود. وربما فشلتوا في انكم توصلوا. هل كان في اتصالات بينكم مثلا بين القيادات اللي هتسموا بشكل مباشر، ولا كان في اتصالات مع اطراف بره الاعتصام؟ يعني ازاي حاولتم تصلوا لكلمه سواء وازاي فشلتوا؟ هو احنا محاولاتنا نادر الله يخليك. لا هو الوقت دلوقتي وقت تفكير عشان خاطري ما ينفعش يعني الكلمه بحساب. ايوه يعني بس تقول كل حاجه. الكلمه بحساب لمصلحه الوطن، والله الكلمه بحساب لمصلحه هذا البلد ولمصلحه الانتماء طبعا لدين الله سبحانه وتعالى ثم لهذا الوطن. الحقيقه ان قبل رابعه والى الان كان في اتصالات على الطرفين، سواء اتصالات مع طرف السلطه الانتقاليه الموجوده حاليا بشقيها المدني والعسكري، واتصال مع قيادات جماعه الاخوان المسلمين